مباشرة من بعد ما حطيت لكم الفيديو ديال المشروع ديالي اللي هو صالة ألعاب، كيفاش تحولت من كراج صغير لصالة ألعاب اللي أنا خدام فيها دابا، كيفاش طورت من هذا الشيء. تفاجأت بكمية التعاليق، بكمية الحب اللي بذلتوه معايا، بالبارطاج ديالكم، بالفيديو ديالكم، بلي ديالكم. هذا الشيء اللي ما توقعتوش ان فيديو بسيط بحال هذاك غادي يوصل لقلوب الناس. فرحت بزاف بهذا الشيء وجاوبت قدر المستطاع للتعليقات ديالكم، ولاحظت بلا بزاف ديال التعليقات وبزاف ديال الدراري وبنات باغيين يديروا نفس المشروع ديالي. وقلت علاش لا ما نديرش سلسله اللي نوريكم فيها اي حاجه انا درتها بشحال تقامت عليا، بشحال يقدر الواحد يدخل في النهار من هذا المشروع هذا. هاد الاسئله اللي ما لقيتش الجواب ديالهم من بعد تجربه غادي نعطي للدراري اللي يلاه باغيين يبداو، نعطيهم هاد التجربه ديالي كامله باش ما يحتاجوا يسولوا حتى شي واحد، يكونوا هما عارفين واش يقدروا على هذا المشروع او لا. لا فكرت علاش لا كل فيديو نخصوه لواحد الحاجه. والفيديو ديال اليوم طاح على السيت اب ديال السيميلاسيون، بشحال تقام عليا كامل وشحال تقدر تدخل فيه في النهار. نبداو باول حاجه شريتها وزعمتني على السيت اب كامل، هي الفولون. من بعد بحث طويل في الفيديوهات باش نلقى احسن قيمه مقابل السعر، لقيت بحر ديال الماركات واثمنه كضرب في السقف. طاح لي اختيار على اللوجيتيك جي 29، قلبت عليها في جديد، لقيت غير الفولون ولي بيدال دايرين 3200 درهم. مشيت مباشره للماركت بليس باش نقلب عليها في المستعمل. قلبت في المدينه ديالي، وبحكم انا في مدينه صغيره ما لقيتش، لكن في وجده اللي بعيده عليا ب 100 كيلومتر لقيت وحده نقيه بانت لي في حاله مزيانه. تواصلت مع مولاها ومن بعد هضره طويله خلاها ليا ب 1700 درهم. ثقت فيه ورسلت ليه الفلوس قبل ما يصيفط لي الامانه، وكان قد الثقه ديالي وصيفطها لي في نفس النهار في الطاكسي، وزدت خلصت عليها 40 درهم ديال التوصيل. مباشره من بعد ما وصلتني كنت متحمس بزاف باش نجربها، وخدمت لي مزيان. قررت نستعملها مع بيسي حيت الجوده غتكون احسن من الكونسول. خديت بيسي ب 7300 درهم جديد بالار تي اكس 3060 12 جيجا في رام، والرايزن 5 5600. وزدت معاه اكرون 27 بوس 180 هرتز ب 2000 درهم. وزدت حتى كاسك من ام اس اي ب 400 درهم، وكان ناقصني فقط الشيفتر باش تكمل التجربه اللي خديته ب 600 درهم. اما بالنسبه للكرسي كنت بغيت نقادو عند الصدور، ولكن خفت ما يكونش كيف ما تخيلته، وخديت كرسي ب 3500 درهم خاص بالسيمولاسيون وخاص بالسيت اب ديال السيمولاسيون، وركبته بيدي وشاركته معكم في فيديو. اما الالعاب اللي دخلت فورزا، دخلت اسيتو كورسا واورو تراك، دخلتهم من ستيم وتقاموا عليا ب 1000 درهم. ودابا المجموع اللي وصلنا ليه اللي هو 15540 درهم. الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها هي ليكرون. كون رجع بيا الوقت ناخذ وحده كبيره حيت 27 بوس صغيره بزاف، وهذا الشيء اللي دفعني نزيد الفي ار اللي خديتها ب 4800 درهم باش نعوض النقص ديال الحجم ديال ليكرون ونعطي تجربه الفي ار في المحل. والمجموع ولا 20340 درهم. بالنسبه لشحال كتدخل في النهار كنحسب لهم 15 دقيقه ب 10 دراهم. المدخول اليومي كيكون ما بين 20 حتى ل 100 درهم على حسب الاقبال. وقولوا لي في لي كومونتير واش كتشوفوا هذا تستاهل مقارنه بالثمن اللي دفعتوا عليها وشحال كتدخل لي. القرار عندكم.